هاتي 4 كوبايات دقيق وانزلي عليهم معلقتين كبار من السكر ورشة ملح ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وتعالي النهاردة جربي وصفتنا، هنعمل وصفة تعجبك جدا جدا بشوية دقيق ونص كوباية زيت بس. هبدأ أضيف عليها نص كوباية زيت، وعندي كوباية مية باخدها بالتدريج، بعجن المية بالتدريج، بنزل بيها بالتدريج. مهم جدا الكوباية اللي بعاير بيها الدقيق هي اللي بعاير بيها المية، هي اللي بعاير بيها الزيت. خلي بالك خطوات سهلة وبسيطة جدا بس مهمة وبتفرق قوي معاكي. أول ما العجينة بتتعجن كده معايا باخدها على الرخامة بتاعتي دقيقتين 3 مش أكتر من كده، وبعد كده بلم العجينة بتاعتي واغطيها واسيبها ترتاح معايا مش أقل من 10 دقايق. بعد كده انا هنا كده لميت العجينه بتاعتي، هبدا اغطيها بقى واسيبها ترتاح معايا. لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تسالي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده هبدا اقطع العجينه بتاعتي قطع متساويه، وهبدا اخد بقى اشكل معاكم البقسماط. بس الاول هجيب طبق فيه كوبايه من السمسم، بضيف عليه معلقتين 3 ميه كده، انا عايزاه مرمل معايا علشان يمسك معايا في البقسماط بتاعتي، وهركنه على جنب. وهبدا اجيب بقى البقسماط، قطع العجين بتاعتي بقسمها بالشكل ده، وهبدا اخدها البقسماط بالحجم اللي انت عاوزاه، بس دايما يعني خلي حجمه وسط او صغير شويه بيطلع معاكي مظبوط اكتر. بعد كده بشكل البقسماط بمنتهى السهوله، طبعا عشان العجينه مرتاحه حلو معايا ما اختمرتش، فطالعه معايا زي الفل ما شاء الله، حلوه جدا جدا جدا. آم، يعني جربي وصفه البقسماط دي هتعجبك قوي 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 ان شاء الله. بعد كده هاخد بقى البقسماط بتاعي في السمسم وابدا اغلفه في السمسم بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين. بعد كده كمان هبدا ان انا ارصه في صينيه مدهونه زيت. خلي بالك من الخطوات دي، صينيه مدهونه زيت خفيف كده. بكمل باقي البقسماط معاكم، وعمل معايا كميه حلوه قوي. 4 كوبايات دقيق مش كتير، عليهم نص كوبايه من الزيت، عليهم معلقتين سكر، معلقه خميره، رشه ملح، عجنتهم بشويه ميه، عملت شويه بقسماط تحفه. ينفعوا معاكي بقى فطار عشاء، نقنقت كده نص اليوم مع كوبايه شاي بحليب، تحفه. رصيته في الصينيه بتاعتي بالشكل ده، عمل معايا كميه حلوه قوي. بسيبه يرتاح معايا ويختمر كمان حوالي نص ساعه. بكون مسخنه الفرن بتاعي على 170 او 160 يعني نار هاديه. هبدا ادخله الفرن، بياخد معايا حوالي نص ساعه. لازم ياخد معاكي سوا حلوه قوي عشان يطلع معاكي مقرمش ومتحمر حلو من فوق ومن تحت. يجنن يجنن يجنن. طبعا شايفينه عامل ازاي، مقرمش جدا، هش جدا، خفيف، شايفين الفراغات فيه من جوه، حاجه كده الصراحه يعني تحفه. هتعجبك جدا جدا، جربيها هيعجبك قوي قوي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول.